السلام عليكم أحلى ناس وأحلى متابعين. حصري والأول مرة منيو شهر كامل 30 أكلة ل30 يوم. ميزانية بقى لحوم وفراخ ولحمة وسمك، وكمان أيام ممكن نمشيها من غير حاجة خالص، بس فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بقدمه. طبعا في بداية الشهر كده بنبدأ نعمل زي ما احنا شايفين لحمة، دي بقى بسلة طبعا بتبقى مخزنة. انا عايزة اقول لكم الاكلات بتاعت النهاردة اقتصادية جدا، ومعظمها حاجات بتخزنيها بقى في الفريزر بتنفعك. يعني اول يوم كده عملت رز وبسلة ولحمة، وطبعا البسلة عشان ازودها ازود الكمية معايا بضيف عليها ايه، بطاطس، فبتبقى جميلة جدا. وده كان شكل الاكل بتاع النهاردة. تمام. وتاني يوم بقى كان فايض كده طبق من البسلة، وعملنا مكرونة محمرة وفراخ زي ما احنا شايفين اهو. البسلة لسه متواجدة معانا لتاني يوم، وطبق مخلل كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فالميزانية بتاعت النهاردة بجد جميلة جدا وهتعجبك، واقتصادية فوق ما تتخيلي. يعني لو حسبناها نلاقيها اقتصادية جدا جدا، وسهلة وجميلة جدا جدا ما شاء الله. والولاد بيحبوا الحاجات الخفيفة السهلة السريعة دي، شايفين؟ وتقدري بقى تعملي لهم جنبهم شوية عصير اي حاجة، يعني انت ومقدرتك، ممكن ما تعمليش براحتك. وتعالوا نشوف اليوم اللي بعد كده بقى. خلاص كلنا فراخ ولحمة بقى، خلاص اليوم اللي بعد كده بقى من غير حاجة خالص. ارداحي اهو شوية بطاطس بقى كده بسلقهم واعمل لهم تخديعة بيبقوا زي العسل، شايفين؟ واليوم اللي بعد كده عملنا بقى ايه، كشري ما شاء الله، وعملت لهم بقى شوية عصير كده جنبهم. وده كشري كده يعني مش كشري كله، يعني شوية مكرونة وصلصة. تمام. اليوم اللي بعد كده عملنا سمك ورز وسلطة وشوية مخلل كده وما شاء الله. وبرضو رحت عاملة جنبهم شوية عصير كده عشان خاطر الايه، الزفارة بتاعة السمك. فالولاد بيفرحوا اكتر حاجة بالعصير والله اكتر من الاكل. تعالوا نشوف اليوم اللي بعد كده. ما شاء الله ما شاء الله. قلت اعمل لهم بقى محشي واغير شويه، رز مكرونه ارداحي. قلت اغير بقى، عملت لهم محشي وفراخ وشوربه لسان عصفور كده وطبق بتنجان مخلل، وكان يوم جميل. وبعد كده يوم تاني عملت لهم بقى سبانخ ورز، وعملت لهم هنا عصير بلح بلبن. وده كان شكل الاكل، وطبق سلطه كده. وبعد كده رجعنا تاني عملنا مكرونه محمره وفراخ، وهنا عملنا بقى ملوخيه وطبق مخلل. وما شاء الله الاكل تحفة. وعملت لهم برضو عصير مانجا، المانجا دي متخزنة في الفريزر يعني، شايفين الجمال تحفة. وبعد كده في يوم كده بقى لمينا البواقي، شوية طبق بطاطس محمرة على طبق مكرونة كان فايض على طبق بتنجان مسقعة، ومشينا اليوم. فما شاء الله بتبقى اكلات تحفة وشوية سلطة. هنا بقى عملت لهم رز صيادية كده وسمك، مشيت الدنيا يعني، وشوية عصير. وده كان يوم حلو جدا جدا، عجبهم برضو لان الولاد بيحبوا الحاجة السهلة كده في الاكل. بعد كده رجعت عملت لهم بقى محشي خس. عايزة اقول لكم المحشي الخس لسه يدوبك قايم يظهر بسيط، يعني لسه الخس يدوبك متواجد حاجات بسيطة. في يوم كده قلت اعمل لهم بقى رز ببيض بيبقى زي العسل. بروح كسرة كده البيض على وش الرز بعد ما بعمل الرز ببصل، وهدي عليه النار، والبيض بيستوي كده من البخار بتاع الرز، وبتبقى أكلة تحفة، وجنبها سلطة بقى ومخلل، وبتبقى جميلة جدا. بعد كده عملت لهم رز على فول، وبرضو الفول متخزن في الفريزر. تمام. وعملت لهم بقى ايه، حاجة كده يشربوها، وهو التمر. وده كان شكل الأكل، رز وبطاطس، رز على فول وبطاطس وطبق مخلل، وكان أكل تحفة تحفة ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف اليوم اللي بعد كده. انتوا طبعا هتلاقوا السمك كده موجود كل بعد كام فيديو، لاني انا بعمل السمك مرة واحدة في الاسبوع، فهتلاقيه موجود معانا. النوبادي عملت لهم رز اصفر وشوية سمك مقليين كده برضو غيرت، فكان طعمهم حلو، التنوع حلو في الاكل. وجنبهم عصير كده بلح بلبن وشوية سلطة بقى وشوية مخلل، وكانت أكلة في منتهى الجمال. بعد كده عملنا لهم مكرونة برضو محمرة وتمر جنبها، وطبق كده من الملوخية وطبق مخلل، وطبعا بتنجان مخلل وفراخ بقى مسلوقة وبعد كده متحمرة طبعا عشان أعمل على الشوربة بتاعتها المكرونة، بتبقى معايا تحفة.
في يوم بقى كان عندي عزومة، فطبعا في العزومة بقى يعني فك الكيس بقى كده، اعملي حاجات بزيادة شوية. فرحت عاملة في العزومة دي مكرونة كده طاجن باللحمة المفرومة، وعملت بقى المحشي مشكل زي ما احنا شايفين، كوسة وورق عنب ما شاء الله. ودي السلطة برضو سلطة كتير، وعملت هنا جلاش باللحمة المفرومة كان معايا تحفة، وطبق مخلل. تمام شايفين ما شاء الله. وعملت لهم بقى مش لحوم، لا عملت فراخ، يعني جبت فراخ كده وشويتها في فرختين انا سلقتهم وحمرتهم عشان برضو اخد الشوربة واسقي بيها المحشي واعمل بيها الاكل اللي انتوا شايفينه ده. وفرخة كده شويتها عشان برضو تبقى شكلها حلو في نص السفرة كده، شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. دي كده فرخة مشوية وضفتها كده في النص. وهنا ما شاء الله بقيت الاكل اللي بقول لكم عليه. هنا بقى الفراخ اللي انا كنت سلقاها، يعني 3 فرخات سلقتهم، وفرخة كانت مشوية عشان المسلوق اخد الشوربة بتاعتها. وهنا بقى اليوم اللي بعد العزومة ما شاء الله طبعا كان عندي شوية محشي فايضين من العزومة، ورحت عاملة للولاد شوية رز شوربة، كانوا زهقوا اساسا من المحاشي. بس كده وجبت لهم هو ايه ربع كيلو لحمة كده نمشي الدنيا يعني. فما شاء الله. وكنت عاملة عصير بقى تمر وعصير بلح بلبن. فكده اكلات الشهر انت ممكن تستغني عن بند العصير ده خالص، بس انا ساعات بعمل العصير ده لما يكون اليوم مش عاملة فيه اكل كتير. تمام فما شاء الله شايفين جميل جدا. اليوم بقى اللي بعد كده كان عندي برضو فول انا مخزناه في الفريزر، فعملت لهم رز على فول. عايزه اقول لكم حماتي ربنا يديها الصحه والعافيه، بجيب لها الاكل جنبها وهي اللي بتغرف لنا الاكل. فطبعا الناس الحلوين بتوع زمان دول بيبقوا ناس بركه معانا كده في البيت، فبجيب لها بقى هي تتولى موضوع الغرف بتاع الاكل. فربنا يا رب يبارك لها ويديها الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب. عملنا بقى رز على فول وبطاطس. اليوم اللي بعد كده عملت لهم رز ببيض زي ما قلت لكم، بشوح الرز كده ببصلايه، اول ما البصله تصفر بضيف الرز، وبعد ما اسقي الرز وهو خلاص داخل على سوا كده ببتدي ان انا اعمل فتحات كده بالمعلقه واكسر البيض على الوش، والبيض بقى يستوي على نار هاديه من البخار بتاع الرز. وطبعا الرز كنت ضايفه عليه كركم عشان يبقى لونه اصفر جميل باللون اللي انتوا شايفينه ده، وشويه سلطه بقى وشويه مخلل. وربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. حماتي هي اللي بتغرف لنا الاكل ما شاء الله عليها يا رب. تعالوا بقى نشوف اليوم اللي بعد كده. كنت عامله لهم بقى في اليوم ده ايه بتاع ده كركريه ومسقعاه عصير، وعملنا شويه رز برضو، وطبق بسله كان فايض عندنا في التلاجة. تمام كده. اليوم بقى اللي بعد كده عملت لهم فراخ، وعملت لهم شويه عصير مانجا كده، كانت المانجا متخزنه في الفريزر. ودي كده فراخ بعد ما سلقتها ضفتها في الصينيه وشدتها كده في الفرن تحمر الوش. وعملت شويه مكرونه محمره وملوخيه. وده شكل الاكل بعد ما اتغرف. وكان عندي طبق من المحشي كده فايض فكنت ضيفاه مع الاكل. وده كان المنيو بتاع 30 يوم، 30 أكلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وحاولت على قد ما أقدر إن أنا أعمل لكم أكلات اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت مصري، مش افتكاسة ولا حاجة. الأكلات العادية اللي بنعملها رز، مكرونة، محشي، سمك، الحاجات العادية جدا، ما تحتريش مهما تعملي أكلات برضو بنرجع للأكلات الشعبية العادية اللي هي الطبيخ العادي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.